قضت الدائرة 15 بمحكمة أسرة مدينة نصر اليوم الأحد الموافق 25 من مايو عام 2023 بانقضاء الدعوة المقامة من الفنانة زينة بالدفع أو الحبس ضد الفنان أحمد عز بسداده 1,761,000 جنيه. وكان محامي الفنانة زينة المستشار معتز الدكار أكد أن الفنان أحمد عز دفع مبلغ 1,761,000 جنيه قيمة النفقة التي أقرتها المحكمة لموكلته زينة. تم دفعها عن طريق إنذارات عرض دفعها للمحضر، والمحضر قام بإعطائه الفنانة زينة. وقدم محامي الفنانة زينة طلبا إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة مدينة نصر يحمل رقم 1215 لسنة 2023، وتتمثل في دعوى الدفع أو الحبس، وطالب فيه بإلزام أحمد عز بدفع متجمد أجر مسكن وحضانة بالمبلغ المذكور سابقا. قضت سابقا محكمة الأسرة بمدينة نصر بإلزام الفنان أحمد عز بدفع مبلغ 20,000 جنيه استرليني تقريبا مصروفات دراسية لتوائم الفنانة زين الدين وعز الدين. قضت أيضا محكمة الأمور الوقتية بأسرة مدينة نصر برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز، والتي يطالب فيها بتحويل أطفالهم من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى مصاريفها أقل. الجدير بالذكر، منذ عام 2014 بدأت زينة صراعا قضائيا مع الفنان أحمد عز حصلت فيه على أحكام بإثبات نسب طفليها والخلع منه.